بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن قائمة المنتخب المصري وفكر حسام حسن والتشكيل المتوقع، وإيه الطريقة أو اللي هيلعب بها حسام حسن في المباراة. الأول الاختيارات لقائمة المنتخب هي حق أصيل لحسام حسن المدير الفني. في لينا طبعا بعض الملاحظات، ومفيش حاجة في الدنيا بالذات في اللعيبة دي. الكرة دي يا جماعة الأصل فيها الاختلاف، يعني وجهات نظر. لعيب يبقى مكسر الدنيا في وجهة نظر مدرب، يجي بعديه يمسك فرقة يروح مقعده، ملوش مكان معايا، ملوش مكان في فكرتي. لعيب كان على الدكة، يجي مدرب تاني الصبح يقول لك لا ده رقم واحد بالنسبة لي، ويعمل ويقف وراه ويدافع عن وجهة نظره. وهديكم أمثلة على كده. يعني احنا شفنا مثلا، يمكن هقول لكم مثل قديم شوية. في التسعينات في تصفيات كأس عالم سنة 90، هشام عبد الرسول كان بيلعب في المنيا فريق درجة تانية. هشام عبد الرسول. وكان احمد الكاس بيلعب في الاولمبي، كان بقى في درجه اولى واي بس في الاولمبي. وكان ومحمود الجوهري راح جاب اللعيبه دي، جاب هشام عبد الرسول وهو في الدرجه الثانيه. لعبوا على مين؟ تخيل، على طاهر ابو زيد. وطاهر ابو زيد اللي ما يعرفش في الفتره دي، كان طاهر ابو زيد ده حد يعني يكاد اللعيب الوحيد اللي كان يقترب ويقرب شويه من نجوميه محمود الخطيب هو طاهر ابو زيد. واللعيب الوحيد اللي كان مستواه يقرب لعيب، كان صغير يعني. طاهر ابو زيد مبطل اصلا 28 سنه، فهو جابوا لعيبه، جاب هشام عبد الرسول ولعبه عليه. وكان من اسباب الوصول، جاب 3 اهداف في التصفيات وكان هداف التصفيات. وكان من الاسباب الرئيسيه لوصول وصول مصر لكاس العالم سنه 1990. وبرضه كان الكاس بيلعب في الاولمبي، كان درجه اولى بس ما كانش يعني برضه ما يلعبش، يعني ما يلعبش على لعيبه كانت في وقتها زي طاهر وزي الناس دي. في لعيبه كتير يعني على المستوى على المستوى مثلا. اقول لكم على حاجه، اوتو فيستر في نادي الزمالك. اوتو فيستر لما في نادي الزمالك، لما كان جاي قبل مباراه بين الاهلي والزمالك، والفرقه كانت فيها شويه مشاكل كالعاده، وعاملين وجايبين اوتوفيستر لسه جاي جديد. واوتوفيستر كان مدرب منتخبات ومدرب كويس، يعني خلينا نديله حقه. الراجل جه كان تقريبا حلمه طولان معاه، وقعدوا قبل المباراه بيوم. يعني هو جاي من الطياره على التدريب الرئيسيه، وهيصبح تاني يوم يلعب المباراه. طبعا ما كانش يعرف محمد من محمود من خالد، ما يعرفش حد. فقال لهم بس اعملوا تقسيمه قدامي كده، اعملوا تقسيمه قدامي كده. فقعدوا يعملوا تقسيمه، كل اللاعيبه بتلعب قدامه. فحلمي طولان قال له دي التشكيله الاساسيه ودي الاحتياطي. قال له انا موافق على اللي انت بتقوله كله، بس انا عايز اللعيب ده اهو، اللي هو لعيب اللي هو كوليبالي، اللي هو راح بعد كده برشلونه، كان محطوط احتياطي خالص وبره، مش محدش خلاص النسيب كانوا هيسيبوه. وجاب اللعيب ده من يعتبر من البيت. قال له بس ليا ملحوظه واحده بس، هتشيل لعيب ده وتحط ده اللعيب الافريقي ده اللي كان بقاله تقريبا سنه ما لعبش كوره. ونزل كسر الدنيا وجاب جون، شاط الكوره اللي حطها، اللي خبطت في ابراهيم حسن ودخلت جون، وكسبوا 2-1. والراجل كان من بيتهم. آه، قيس على كده في العالم كله، يعني مش هنا بس، هي وجهات نظر. فاحنا بنتكلم على حسام حسن، وجهة نظره نحترمها. لكن احنا لنا ملحوظه، مثلا عمر كمال عبد الواحد، انا مش ماشي ورا الموجه ان عمر كمال عبد الواحد، لا، هو عمر كمال عبد الواحد لاني اصلا انت ما عندكش
ما عندكش باك يمين تاني بديل. يعني مثلا إيه، زي ما انت واخد مثلا فتوح كده ومحمد حمدي معاه، انا كنت عايز مثلا محمد هاني الاساسي بتاعك، كنت خد عمر عبد الواحد ما تلعبوش، حط احتياطي لو اتزنقت في اي ظرف. طب انت دلوقتي انت حاطط اكرم، بس اكرم انا قلت قبل كده وما زلت بقول ومصر ان اكرم ما ينفعش باك يمين. ما تقنعنيش، هو راح على المنتخب ولعبها بطولة افريقيا اللي اتصاب فيها بالصليب ولعبها في الاهلي وراح من المنتخب، بس انا مش اكرم مش مقتنع بيه 5% باك يمين. اكرم مولود خط وسط، مولود يقطع الكورة، وهو دي شغلته. طلعوا منها هناك بيأدي، بس انا أأدي امتى؟ لما اكون مزنوق في وسط مباراة، عايز اغير تشكيل، عايز اتزنقت خالص مثلا مع الاهلي مش مع المنتخب، احط لعيب زي كده باك يمين. انما ما اجيش انا في المنتخب واسيب الدنيا فاضيه كده. ده وجهة نظري. طبعا هو ليه الحق ان هو يختار. اما بعد كده ان شاء الله هنتكلم على التشكيل. انا رأيي ان حسام حسن هيلعب بطريقة 4-3-3. التشكيل بتاعي اللي انا هقوله، حارس المرمى بدون مناقشة وبدون كلام وبدون أي فزلكة وبدون أي شيء. لو مع في الحاجة الوحيدة اللي هختلف فيها مع حسام حسن في الموضوع ده، إن هو يحط غير محمد الشناوي حارس مرمى. حتى لو كان، مش عايز أقول حتى لو كان الراجل بتاع بايرن ميونخ بتاع نوير بتاع ألمانيا، ما ينفعش. محمد الشناوي حارس مرمى مصر الأول بس ودمتم. شوبير قلت قبل كده ان هو جاي، لكن ما ينفعش ان انا اجي اجيب اقعد الشناوي احتياطي، لا. الشناوي اساسي منتخب مصر. الباك اليمين هاني محمد عبد المنعم رامي ربيعه. الباك الشمال اللي هو فتوح سليم هو يبدا، ما كانش يبقى محمد حمدي. خط الوسط عندي 3: مروان عطيه، حمدي فتحي، امام عاشور. خط الهجوم عندي طبعا محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. دي التشكيله اللي انا من وجهه نظري هيبتدي بيها، واللي هي الافضل. في بعض الاخوان يقول لك هيحط امام مع زيزو وقعد حمدي. لا، لازم تحترم الفريق الخصم بتاع بوركينا. انت النهارده بتلعب على ايه المانع ان انا امن ويبقى معايا فرقه قويه وامنها في وسط الملعب واعمل هجوم من خلالهم. انا عندي مهاجمين قويه جدا، عندي مصطفى محمد وعندي محمد صلاح وعندي تريزيجيه وعندي تحتهم امام عاشور كويس قوي. وعندي طايرين محمد فتوح ومحمد هاني كويس جدا. يبقى لازم في وسط الملعب ناس تلم ورا القصه دي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان التوفيق للمنتخب، واتمنى ان شاء الله ان دي تكون بدايه قويه لحسام حسن. طبعا مع اختلافنا معاه في بعض الافكار، ولكن احنا في النهايه ده راجل بيلعب باسم مصر النهارده، ولازم نحترمه ونحترم فكره ونحترم اللي هو بيقوله، ولازم نمشي معاه هو على اساس ان ده مدرب منتخب مصر هو اللي سايق. بتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله منتخب مصر يكسب ويكسب ماتش غينيا، ونوصل باذن الله كاس عالم، نقرب كتير لكاس العالم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.